بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسني عدان الدرس رقم 50 نخدم الجزء الثاني من أحكام الحج. نفكث الجزء الأول الجزء الثاني، جزءان في أحكام الحج. بينا أنواع النسك، التمتع، القران، الإفراد. ذكرنا أركان الحج وشرحنا مراحل الحج يوم بيوم. آخر حاجة من يوم التروية، من اليوم الثامن من ذي الحجة، سقاس ويستمانية ذو ذي الحجة اللي هو يوم التروية. أم بعد أزكني يوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفات، والنبي عليه الصلاة والسلام يناد الحج عرفة. من بعد اليوم العاشر اللي هو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، 10 سقوقور ذي الحجة. ذي مينا نناد الحجاج ذي عرفات، سي عرفات بعد المغرب. المكوث أو التواجد في عرفات قبل المغرب حكمه الوجوب، ولكن بعد المغرب ولو لبرهة كما قال الفقهاء هذا حكمه الركنية، ذا الفرض. وبعدين إلى مزدلفة، وشرحنا قلنا المبيت بمزدلفة من استطاع أن يبيت فذلك أحسن، ولكن من لم يستطع فحط الرحال يجزي بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء، جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، لا صلاة قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما. وين الزمرنا ذي مزدلفة الله يبارك، وين الزميرة يحط الرحال اللي ظل المغرب والعشاء أسيدي يون اللاذان سنة الإقامات. من بعد هذه كمل أفريديس إلى منى. من بعد أزكاني الله يبارك 12 من ذي الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر، وهو ثالث أيام الحج. اليوم الأول يوم التروية، اليوم الثاني يوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفات، وبعدين اليوم الثالث يوم الحج الأكبر يوم 10 من ذي الحجة. وبعدين السنين هذه يخدم 4 الشغال: يسعى رمي جمرة العقبة، يسعى الحلق أو التقصير، يسعى الهدي لمن كان عليه هدي للقارن والمتمتع. أما المفرد فلا هدي عليه. بعد ما ليس شرطا باش هذه يحضرنا غادي يزلو انسان خاطئ، وهذه امر تجوز فيه الانابه، يجوز فيها التوكيل عن طريق الشركات المتخصصه في هذا المجال. من بعد ما يزمر ديال طواف الافاضه السني الله يبارك، يعني يوم العيد اديو طواف الافاضه اللي هو طواف الحج، هو طواف الركن. موري زميرة سني أثيد يوي أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق يوم 11 ذي الحجة، نغ يوم 12 اليوم الثاني من ذي الحجة، يوم 12 من ذي الحجة يوم الثاني من أيام التشريق، نغ يوم 13 من ذي الحجة اللي هو يوم الثالث ذو سنين التشريق. مازال هديه والله يبارك. موري زميرة أثي جا لما بعد أيام التشريق أدروح مكة براحته، ويزمر سمانة 10 أيام 15 ألمذ أواخر من ذي الحجة من فوق الله يبارك. مي إذا يقرر باش يغال إما غير المرثيس نغادي يروح المدينة المنورة الشريخ المدينة وطواف الوداع، وجاكم شرحيت بالتفصيل. من بعد نبضر زيارة المدينة المنورة نناد ذا شريخ المكفنات المدينة. باختصار يسعى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه مع صاحبيه، هذا يسلم في الاسم وبكر الصديق وعمر الخطاب. يسعى ملازمة الصلاة بالمسجد النبوي،
وكل صلاة ب1000 صلاة. ذي مكة المكرمة ذي المسجد الحرام ب100,000، ذي المسجد النبوي ب1000، ذي المسجد الأقصى ذي ب500. ملازمة الصلاة بالمسجد النبوي. يسعى ثلاثة الاجتهاد في أداء ركعتين بالروضة الشريفة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أمل بك بد من زلصن ركعات ذي الروضة الشريفة. يلا يسعى ذا الأمر الآخر الرابع أنه يصلي ركعتين بقباء. هذه الزادي توضي عنده يزدغ ذي محل مقام مكان الإقامة، وذي يروح إلى قباء أول مسجد بني في الإسلام. هذه الزاد ركعتين استحسب الشرع، استحسب ربما ممكن يبود العمرة، أماكن يعني يسعى أجر العمرة أكا. ويسعى ذا زيارة البقيع اللي هو المقبرة ثم قرة قلان ذينا ذي بجوار المسجد النبوي، لأن أكثر من 10,000 من الصحابة يقنطلن ذينا. هذه السلم في اللسن ليس الشرط الدخول إلى المقبرة زكاة الدين ثورة خاطئ، إنما عن بعد يقبض الحضن وبعد ذاك شوية يدير الدعاء المأثورة. الأدعية ديالنا الله يبارك مكتوبة باللغات أسيدي، ببعض اللغات ماشي كل اللغات، ببعض اللغات. كذلك يسعى زيارة أحد، موقعة أحد، ويسلم على شهداء أحد، على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. يكفى الشغل اسمي فوكا وكذا قيمة اللي كتبنا ديوال في المورثيس. ثورة جماعة الخير كانت خلاصة سريعة فقي أحكام الناسك وين خدمنا كأحكام الحج، وين خدمنا إن شاء الله تعالى الديوال ما كينساي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أو يندي حج مبرور يوفق الشريعة لا جريس للجنة، ولكن ما راد يغال ذاكي ثورة هضرة ما ديوغال يحوج شوية لشغلات نخدم ديجا ديننا. معليش نديرو شوية آداب أخلاق الناس كذينا. ثورة يمثل كلا في دروتاكي يعني خارطة الطريق، ورقة الطريق سمعتوها خطوة خطوة. ولكن لانت الأخلاق إلا قنتي سعود بنادم ديننا. لا شو انت الأخلاق إلا قنتي سعود بنادم ديننا. يعني سكو سماري فاسي ثمورثيس، سكو سماري يركب لافيون، أكني إلا قد يسعود تصرف كاع عليا الأخلاق عليا، إلا قد يحذر الحجاج، وإلا قارثني قلق، وإلا قارثني يهلك. يمثل يهلك سكثرة السؤال، سكثرة الكلام، ني غندولش الموضوع يقسعنا تصن الجدال من الحج. أي غار قوة ذيك سوال أتفضل غا الشغل ناك الفقهاء ياك كوك قليل باش تفضي يولي طفي مانيس زراني ياك افذو كان الإحرام وساون ديالنا وندي لافيون ما إلا نسالي سالي بس الإحرام يسو كذا ولا كنت السيارة كذا وكذا الحج كيف طل إلى إقوال إلى آخره. من بعد غدينا ديال الطواف حول البيت تولم الازدحام قلان ازدحام كبير. أي غير ماشي كل يوم سي جنس المن هذا سيني إن كذي ليغ سيفيليزي السوغ السيفيزم هذه صوربة وستطبيعوك ستطبيعا وستطبيع على كيتش كل سين كيو ستطبيع غارة إن كيني وتجيني غارة مدن ثاقي دايني سهل ماشي دايني وعران شوية الكوراج كان دايا. وإذا غد ما ديو تقول لا غيس تقول لي باللي ساعة لا جر ما إلا يحذر أثمثني سلمن يستماس تنسلمين خاطر دين الطواف كل شكل بالاختلاط ماشي رقاز نوحل سنتي لا ونوحل سنت. أي النظام يفك الحجر الأسود ماشي أوبليجي وسقرا يمكن كاين يخدم غدا شحال 6000 كيلومتر صحي تلتقي وتصوض غارة أثوض مشى توض صوت طباع سوين والهوارة خاطين من بعد بسم الله والله أكبر أخدم طوافينك ليس شرطا. لو كان الأمر ميسر أمزيك ما يولاش الحجاج قليليث ماشي قليليث
يسهل الحال مي الساقي يصعب مليح مش اوبليجي طبيعه على ديننا. زيد ما ديك الشمس ترفع ثقلان يديك من بعد الصلاه خلف مقام ابراهيم ماشي لا اوبليجي زاتس مقام ابراهيم ذهني لا قداي ولا نزرس لي كارد كور قال نخدم حزام امني الشال ما الزلط اكن الزيا كاكي كنعاس ولا شو ديال الدين العنفه شو طبع هذا شو الخشوع هذا شو اتزلص الطريقه ني من بعد مي تفكر الشيء ديال الوايض مشى كاكي كان خلف مقام ابراهيم ديهم بامكانك الان ولكن الشرع انك صلي عند ثفيض عند ثفيض لسر الظل ركعتين من بعد دغر الفاتحه الركعه الاولى ارنو قل يا ايها الكافرون الركعه الثانيه سوره الفاتحه قل هو الله احد ولاش اي سوره تفكض استقبل الكعبه الشريفه خدم شويه الدعاء وروح من بعد الصفا والمروه والسلام عليكم. هذا ما كان في غاديني ديننا يقوى بزاف الحيز ديال الطواف ذاكي نحوج الاخلاق خاطر الاحكام والاخلاق نحوج جيثم تسلاف الاحكام الشرعيه الفقهيه وذا نحواج الاداب والاخلاق وكذلك نحواج الاداب والاخلاق ايضا السعي بين الصفا والمروه خاصه ذي الصفا وذي المروه ذي ذا غير دحيس تخرك دحيس كشي لك اليسر الشعارينك اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سورة البقرة الآية 185. يلا إلا ذا عند النظام ذي منى أما ذي الرجم عند رمي الجمرات ما رجم لكني ذا قواد حيث ديننا رغم التيسيرات الحديثة يجي مع ذلك ما زالت تطباع ما زال كذا إلى قليسر ثاني أيضا روح الساويل فقيد العبادة الطاعة نحواج توجور نموذج مشكلة النموذج بالك ذي لا تيوري نظري سنساكم الدم أكيني لا يجب ينبغي مين نبغى لا براتيك نبغى أنفكي الغشي ليكزومبل النموذج ذوقي يوارنا على فكرة يعني ولاش ذا شو تأثير ديال الغشي أم النموذج ماشي ذا والو إي باش ندخل المحاضرة الدرس يلاق بعد كوالين الشيني الطبيعة كيتش سيدي شو مخلوقين فيه هنا غادي يهضر كثير الطبيعة كاع كاين ذاكي طاق على منطاق لعب شطرتك في مشاكل ضرورت زيد نغد ذي منا ما ذي الرجم انا ذي الحياه ذي منا ثم عشت لي ذي منا ثوار ماشي ليني سهلان تروح لا تواليت باش داغم الوضوء لو يحرق لاشان ما يفاد 50 زداتس نتا يحرق لاشان نورمال لا عجب وبعدين بلا هذا شي يضرونا فرضا ماشي اي غير اخويا لماذا صافي ما ميم يا خويا شنت الفقه ودغنا الفقهاء وحرق لاشان من كان خاص يدير الا قاصد مرنو ولا شي الفقه لا يجوز حرق لاشان مي كوا سيدنيني خاطر تاهي مهمه جدا مولاش هادو غلط ادغ الوضوء مني راه في مقلق لا خشوع لا والو ولا نوقع يتصفى العقل خدمن اين شمثن بلا ما نختي ورفان الزعاف يرمسلاي يتسيلي صافي مالا لحذر نحواج احكام المناسك نحواج ذا آداب الناسك معناه هذاك الحاج يلا من بعد ذي الفندق كيف ديال لوتيل ايضا لاسونسور لا انت المشاكل ديك ستيم قرانين ولكن في لاسونسور اسونسور ترفد 20 30 اتركب 4 5 6 صدي باش لاسونسور من بعد الصوني ولا يرسم يسمى كي ما كاينش اللي نهبط ما نهبطوش صافي ولا يرسم ولكن كان يتسقط ربي وين يتسقط ربي ديرس ويضجامي غرس شطاره توصى الى قد يوم كنيس اثي دياوي اكن كيفغا وش بي ربي
ياكل غاشي يحزنن يثنيس حزنن ديال شوالاكي كاع الحجاج اللي رجعوا محزونين. هذه اللي يحزنهم، يقول لك الاخلاق 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 الاخلاق. لذلك نركزوا على الاخلاق مليح. من بعد كي يولي داغ بلادو اسمه حاج. طبعا ماهوش شرط نزكيو له الحاج، ولكن اذا زكينا له يجوز، ما كاينش مشكله. من هنا لازم يحافظ، خاطر النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. يا سعد اعطى له النبي عليه الصلاه والسلام هذه البشرى الجنه، اسفرحيث ابا لازم يحافظ على الحج نتاعو. هذه الرساله، يحافظ على الحج نتاعو. الحاج يلقى ذي حرز الحجيس. ثرى قبل ما ندخل في الموضوع الجديد لابد من مختصر عن العمرة. أشرنا إلى العمرة ونحن نتحدث عن نسك التمتع، ولكن ممكن واحد يقول لك أنا ماشي في إطار الحج، حبيت نجيب عمرة. العمرة تحل في كل وقت، كل وقت، مع قول بعض الفقهاء بكراهتها أيام التشريق، ولكن الأصل جواز أداء العمرة في كل وقت. 12 شهر حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، حكمها الشرعي سنة مؤكدة. صفة العمرة باختصار، صفة العمرة كيف تكون؟ سهلة مهلة. أولا بالإحرام، الركن الأول، والإحرام يتم بالنية في الميقات المكاني أو ما يحاذي الميقات المكاني جوا. وقيل معنيس مثل بضض الميقات، أما كنت نشرح المواقيت المكانية ذي الدرس ما قبل الأخير. مثل بالضرذين أسيدي لباس الإحرامين كماذا بك كتلصد قبل أسيدي ما تمطوط غادي البسيس كان عادي. أم بعد النية محلها القلب، ثم ما ذقني تنوي لبيك اللهم عمرة داير، وتفضل التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما إلا ذي الأرض قال تروح مثلا برا توض الجحفة توض بيار علي ذو الحليفة وقد يسان ما كنا نشرحها في سي المدينة المنورة ذو الميقات نسن قد يسكشم مع الجامع صاد الوضوء زاد ركعتين. ما ذي الوقت حل النافلة، إذا كان في وقت حل النافلة ماشي بين العصر والمغرب مثلا، في وقت حل النافلة. وكثير من الناس يغفلوا على هذه، يقول لك انا نصلي وفرات تولي غيرك لا لا. وما الا تفضل الوقت نصلي الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر الصبح تظل تكفي. المهم تكفي كان تصليت ذينا تخدم النية لبيك اللهم عمره، النية تقولي وتفضل التلبية. روح التلبية ألا ما توضض المكة المكرمة ألا ثوض المسجد الحرام ذاكي ماشي المعنى سوسم ضرب ميثعيض سوسم تبغى تصد الطص ذي الكار ماشي سي المدينه تروح 450 كيلومتر بون ما يروح يمسي جده سي الجحفه يقرب الحال، يقرب الحال انه يخيلنا الى الميقات يسعى 75 كيلومتر، الميقات يسعى 92 كيلومتر، الى الميقات يسعى 183 كيلومتر، الى الميقات يسعى 450 كيلومتر. تيكا وابعد ميقات الميقات اهل المدينه اللي هو سبيار علي ذو الحليفه يسعى تقريبا 450 كيلومتر. سي المدينه يعني سي بيار علي الما مكه المكرمه. خلص التلبيه من الميثعيض السوسم الطص هضرك ذوم داك اللي عادي نورمال. ولكن كلما تغيرت الاحوال تتجدد التلبيه. اشو المعنى؟ سقلا ذي الكار سي بون انت نخدم التلبيه نعيا انسوسم نهضر نقصر عادي.
ابري تحبس الكار باش يتعمر المازوت، غاس تحبس كان صافي توقفت، تغير الحال، نلبي لبيك اللهم لبيك نلبي. أم بعد نقيم نرجع المثل الديماري، في الديماري ذا نجدد التلبية كلما تغيرت أحوالنا. ألم نبض إلى المسجد الحرام، طبعا بعد إجراءات السكن وكذا وكذا، نبض المسجد الحرام نولث كان تتوقف التلبية ونقراو من الأدعية اللي ممكن يقولها. طبعا ماشي شرطا الدعاء يجي اللهم إن هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والأمن أمنك وأنا عبدك وابن عبدك جئتك من بلاد بعيدة وبأعمال سيئة أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بمحض عفوك وأن تدخلني فسيح جنانك يا أرحم الراحمين إلى آخره. هكا أم بعد أتروح ضداويض الطواف، الركن مزور السات العمرة اللي هو الإحرام، الركن ويسين الطواف. الطواف ماشي شرط تشمل من باب السلام، التفضيل الدويرة سيقارني ثيد باب السلام دايلا، لا لا ثبورثي يدو في رزاتك يكشم، ماشي شرط تختار ثبورث، إما إلى باب السلام سنسي الجهة كاين الشروط اللي نكذاكي صافي لقد زير تخمم الطواف الجامعات تعيوض فين تحواجد الصحايني تحواجد القويني تحواجد الوقتيش يلا كشم من أي باب. من بعد مي تكشم داخل أتواليض أندث الحجر الأسود، خاطر السنة تبدو الحساب السنة تبدو الطواف ولا ما إلا الحجر الأسود ثنذيهين والحرك كونتر تيار خاطر غاشي كي الدوار نخدم الطواف والوياضة تعدي نسياكي أخدم لونكوندرومون الزحمة، لا لا أخدم النصف الطواف الحو هكذا ذي الموجة مثل بضض مباشرة سمكاني الحجر الأسود. الحجر الأسود غادي يفاند تفاثك تزكزاوث مما كذي الحيوض قني فاند أسيدي بابا بسم الله والله أكبر أتفضل الطوافيناك. وطبعا تدير الاضطباع مع انتهى أدفقن تايت ينيك تيفوس في رواقي ذي لباس الإحرام الثاني لا فرمس أكيد اللي هذا، ولكن مثل أتفضل الطواف فاشضاط النية تيفوس يدك الصاد أتخذ ذاك هذا يفلاح الناس خاطر السلامي فرمس صافي تجي كتبان عريان ذاكي 7 أشواط ألم فوق الأشواط السبعة ماشي كان 30 زورة ما 30 زورة سيض الهرولانية تزل الشطح مدينة تزل ماشي تزلني تزلني الشوفان رثينا يفكتورن تمشطف كان اسم التقارب الخطى هذا 3 أشواط في مزورة فقط. ثقي ذي الطواف أتخدم الحج غير العمرة، ولكن ما الطواف تطوع لا طواف النافلة وين ناس لبساك نورمال سوق ندور ناسو جوكينغ ناسو كوستيم لكن تليض عادي وين وخدم راه ميم 3 ياكي يعني الهروله ياكي الرملك هكا من ميت فوكض. وطبعا ليس هناك دعاء مخصوص ماشي الدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ما تخدم الطاكا من باب الذكر فقط يجوز وتخدم من باب اللزوم أو من باب الوجوب خاطر سوى الدعاء إذ الواجب ذا شوف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضبض بين الركن اليماني أو كذا الحجر الأسود يعني الزاوية اللي قبل الحجر الأسود ذينا دينير كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من سنته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حفظ ذا أتصدوي هذا كيني تكميلا وتوفنا مع الأبرار أدث الضراء وكتيسد السيونا الداساك ماشي خاطئ حفظ ذا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عاود سد عاود سد عاود سد ألا ما تبض الحجر الأسود ذاك بسم الله والله أكبر وتكمل. ما عدا ذلك. ولكن الشيء اللي حر ممكن مثلا في الشوط الأول دوض الأدعية القرآنية، الأدعية تصيق سي سنتين ختم الدرس اللي عدان ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أغرض الأدعية القرآنية ذي الشوط المزور مثلا يجوز. أم بعد الشوط الثاني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الشوط كومبلي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بالصلوات المعروفة. أم بعد الشوط الثالث تخدم الاستغفار، سيم كل حاجة تصوت ديك الشويط الاستغفار، اقرأ سيد الاستغفار، مساتف ورق تغريثي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. راك في مكان شريف أدغر سيد الاستغفار إلها موت السنظرة أو ثيث ورقت نغوني لنداكليك أثيدي غير تتعوض عادي يشتكي ذا يجوز. يلا من بعد مثلا الشوط النظام أدويض التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبح. أن بعد أتخدم مثلا الشوط شوطين على الأقل الأدعية ادعوا أكثر من الدعاء حتى تشغل الله يبارك 7 أشواطينك ماشي سوبورتابل غيوني السوال الو راني في الشوط الثاني الو مازال ويا مشى كذا قصرنا شوفوا لازم ترضي التليفون يجوز، ولكن هكا اللي حرصك ديونا ولا لا ادري والاصل يولي الشمي العباده تيخرا كل شويه لكن التليفون مفهوم، لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أن الطواف يجوز فيه الكلام ولكن لا يكثر الإنسان من الكلام مش القيمة تقصيرا لا، ممكن واحد يذكر بعضنا بعضا بالدعاء بالذكر بحاجة إلى آخره. لا اشغل نفسك بالعبادة تكفي الطواف مباشرة تفغض بدون ازدحام وتخدمض الزاد ركعتين خلف مقام إبراهيم كدنا في أي مكان متاح أندث في ظل يسر روح الزاد ركعتين. أما زمزم ما تبوض يثقع تبوامني لها ولاش باش مزيك يقرب كلش ترى يبعاد باش تفضل من زمزم ذعذان دحيس ما صادر بحث بالك روحا ماشي شرط تصوض من زمزم. أرجو مثل مظهر الصفا والمروة فينا تعديل في الترقة ثلاثية وسيا قاري فينا حبس ديالنا دم تسوى من زمزم ويفاتها الحال وادعوا الله زوض كفض ركعتين وخلف مقام ابراهيم استقبل الكعبه الشريفه وادعوا. ام بعد ما تفك روح مباشره الى السعي بين الصفا والمروه اما وكسرنا الطبق الاول ولا الطبق الثاني لا نغاشي سقسني قرناوه نكيني الى قد خدم السعي اندث يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان اي اماكن يقال بالوجوز لا ديو النيفو كيف ذاكي طبق ارضي قوى الغاشي يروح يساوي عادي المسافه هي المسافه هي. وطبعا هذا قلنا تستقبل الكعبه الشريفه ودير الدعاء كما قلنا المره اللي فاتت تبدا بقوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يكون مراقب مسلم في ضرا اويثن يديك كتفيثن يديك نغايثني ديني وندك بورطابل تخدم ولا الخيوط ديال التكنولوجي اتخدم وتعوض ذا شيء تخدم الساويل لا اله الا الله وحده اكي جاك الوقت بعد الشاد عوض وهكذا غاسل من الزوغيك شغل كتعوض نورمال نغ اكادني مد نظر لا حرج اسفوسي الصفا ألمذ الوروى بين الأخضرين الضوئين الأخضرين أيضا تزل ذاك الشطح بالنسبة للرجال ماشي للنساء والنساء أنت لو أنت رجومي وضع يحبس أسيدي بابا أتفضل سي الصفا وتفك الشوط الأخير ديال المروة وبعدين شوف يقولان الحلق نغ التقصير توالي مدينة سور بلاص ديال المروة وغان خاوتك ذي كوافورن أكي نودا قرويك أكي سطل أتسطيل مدينة
الشعار النظافة ولاش ذي مينان بوشين تميم كل شيء بوشين أنا عامل سيفيليزي أي غير خاطر الشعر الوسخ كذا حاشاكم حاشا قدركم بوشين تميم لي طواليت مني وثنتي بوشين ذنكني خاطر نخلضاك باش الحذر سلك راسك شو ضغطاك عندها تتصرف كاني صافي ذا غدينا اي غير الشعر غدينا امكن منا زدي ديال المسجد الحرام نكوني انفق اخويا العزيز نروح الفور اما نروح للشومبر ديالنا بهاد بروبليم في وضع المقص سطلاس يوم داكولي كنسى كيسطل وسفرا واش روح كوافير 10 ريال ل 15 ريال وزري غير شحال كنتورا اسيدي بابا راك دي سطل اما الحلق نا التقصير وروح لثخام فيك اكس لباس الاحرام مبروك عليك العمره تكفى العمره ينيك هذا ما كان ان بعد دوش البس القميص ينيك عاستي الزوليك وفرات ثورا لا يون السؤال يتسد دائما وابدا اكين يمكن من بضر ديالنا ما يجوز تناول العمره يوياض يصدق ربي غير ذين تغدا وض العمره غير باباك يجديك يعميك الجاريك ومداكليك اكيني غير يجوز اما وقيوم داوض العمره اما يموت اما يهلك عاجز وري الزمير انا ذايا هذا ما كان صافي المسفهان يجوز الدويضين من الزمرو السنة 3 4 5 وتساويارة بغض التساويارة في وضع كلام راك بركة أكثر من الطواف وهذا أمر مندوب مستحب الإنسان يكثر من الطواف أما ذبك من كل تزار هذا وضعهم طواف تطوع ما الزمر السين على حسب الجهدي إشبار بولا شام كان ذي بنادم يحواج تزمر كيسا مكاني ذي حوايج صحينس خاطر سخدميتو ماكسيموم الله يبارك مي ينسى داويض العمره باباك نغيش ديكنا ذاك سيدي ووال ياكل الحجاج المعتمرين غيقارنا قلا نتقلق اي ثمث وين يبغانا دياوي ما يروح المذ بيار علي ادياوي النيه السنه يجوز 450 كيلومتر ما يزمر سنت ما يبغى يروح المذ الجحفه يجوز ما يبغى يروح مسجد عائشة أم المؤمنين التنعيم مسجد التنعيم يقرب مليح أروح رذين ليسر أو ضرذين الظل ركعتين أو دنية العمرة السنة خدم الإحرام تروح ضد عادي يجوز 100% ماشي 99% أنا يزمر تسلم وين يكون وينين أما كتسلم يجوز يزمر تغذي ولكن لا يجوز مثلا كيكون دنا يون واس لو كان شي نير سيدي نعمان أفريد سيدي نعمان بالك الشيء الصنديم بفريد إني الصنديم بفريد بالك يكمثنا غير السن 3 يبردان صافو القرار إلا يوم بفريد إني السن غير بفريد أكيد شبح يكمثنا كينا هو التصيق لاني بردني غير يون كان تغثورا ميم ذي الفقه أشيني يون الرأي جامي صلاة العشاء أنزل 4 ذي ذراع من خدام يجي التقوى ذي مكة كيف ثاقي ولاش ليس الاجتهاد غير اختلاف الفقهاء يوم بوال ملانت المسائل واقي يجوز ما تخدم ذاك ما تخدم ذاك عادي اما كيف دينا غير نفس الدعاء اطاف يون السيون يخدم الدعاء ارتفوسيس يجوز 100% ويض يدعو الله بلا ما يرتفوسيس يجوز ايضا يجوز ولاش وكش مدي الطيق نوسعاك اقلاك ذي اليسر ما لا لو كان تقيون روايض اسيني ارفي فاسنيك ماشي اوبليجي في الطوموبيل الحوضر في رفاسنيك ماشي تروح الفولون ذاك الشيء مثلا في فوسيسوس قال لا يجوز 100% ناثيه تفض قارص تقبيلت وينو ذن يفا
ذاك باش كان نكساكو غفلاكي خاطر وزير السقسيكي يعود باستمرار. ثورة جماعة الخير، نلتقي مع الدرس رقم 51 من دروس الفقه المالكي، والموضوع بوسع أحكام الأضحية. أولا الأضحية ثقي سنة إبراهيم الخليل، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا تعريفها الأضحية يخدم المدن، يعني تحقن العيد تم قرانت، اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. مدينة الأضحية نغ الأضاحي ذي سن بين إزلونا سني يكون مثانا ذكواس العيد تقربا إلى الله صافي نزلة تقربا إلى الله وعملا واقتداء بسنة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. هكا سميت الأضحية بوقت فعلها، تسع معنى الوقت الأضحية خاطر ذي الوقت نطحى تذبح وقت الضحى فاشتق الاسم جفذند اسمكي الأضحية سي الضحى سي الوقت نطحى، وذا سي التضحية خاطر تزران ثم شهود سيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا إسماعيل ثم شهود مقارث أتسل مثلا في سورة الصافات مثل الآية 102 وما بعدها قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أجمعت الخير أو التضحيات يعني ماشي تضحيات مش تضحية. هذا إبراهيم الخليل يبغى يطبق الأمر من ربي سبحانه، ولكن أمر صعب ليس بالأمر الهين. يساس ديال المنام إلا قد يزلوم ميس ماشي شويط يلا. وذا اسماعيل كيف ماشي دايرين سنة يفك ثم قارطيس إذا فاسات يزلو يرنا فاسات يزلون، ولكن يا أبت افعل ما تؤمر طبق أين كيد يوم ربي سبحانه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي دفض إن شاء الله سوقادي صبران إلى آخر القصة معروفة. المسينا ربي سبحانه إبراهيم الخليل إن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخر الآيات بلا ما يكشمي التفاصيل قسنت ياك صافي. إذن هذا هو إذن سميت الأضحية يعني اشتقاقا من كلمة الضحى، يعني سميت بوقت فعلها وقت الضحى، وكذلك لمعنى التضحية اللي راهي موجودة أصلا في قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام. ثانيا مشروعياتها الأضحية كي نزلو نكوني السنة ما كدنا ثابتة بقوله تعالى فصل لربك وانحر سورة الكوثر الآية الثانية، وكذلك ثابتة في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نختار منها ما يلي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي في رواية أخرى ما عمل ابن آدم، في رواية عملا، في رواية من عمل، يعني في كتاب روايات الحديث. يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر أسلعي ثم قرانت ذا شو الخدمة قيل أنا سيخدم في هذا المسنين أحب إلى الله ذا شو يحمل ربي سبحانه أسني إنك من إهراق الدم، يعني بلادنا هذه يخدم الأضحية ينس إنها لتأتي يوم القيامة الأضحية ني تحقني تخدم ضدني فيه أدس يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها دس كاملة، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. أشهدنا في الأخير فطيبوا بها نفسا،
حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في باب ما جاء في فضل الأضحية. حديث آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، إفكاد الأوصاف يعني الكبشين إنك ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. كد يحكى أنس يعني إنك يزلا سين يعني خرفينكي ناصين كرينكي سفاسنيس الشريفتين بيديه الشريفتين بيده الشريفة وسمى وكبر يعني بسم الله والله أكبر هكذا. والحديث صحيح أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. والأضحية تكون باش إما من الظن الماعز وثقيما أوفى سنة، ولكن في تفاصيل بصراحة ربما في المناقشة نناقش بعض المسائل. وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، يعني في الأمر يسر. نغى البقر ما دخل في السنة الرابعة، نغى الإبل ما دخل في السنة السادسة. الأفضل في جميع الأنواع، الأفضل الذكر على الأنثى. الذكر يتفضل في الأنثى، الذكر يتفضل في الأنثى. وكذلك الأفضل للمضحي الجمع بين الأكل والإهداء والصدقة عملا بأثر ابن عباس، وكذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدينا كلوا وأطعموا وادخروا. معناتها ماشي شرطا نتقيد بالثلث، ليس شرطا أن نخدم ثلث شوية في شرينين آخر في العيد من بعد يفضوا 3 حريشا 3 مورا يون مورا يجي عقالا وايض في الصداق وايض في جين فقاون نغو قادة ديالسن هذا غفران. ماشي شرط، الأفضل هو الجمع بين هذه. ولا ما تجد شوية كني 12 تجروا يكسومني يسعى السريس يسعى الناس أيضا لا حرج إن شاء الله. سلامة الحديث يناد كلوا وأطعموا وادخروا، ماشي شرط تخدم الثلث خاطئ، أما ذلك تجمع بين كل هذه. والأفضل الظأن ثم فالماعز وبعدين فالبقر وبعدين الإبل، هذه الأفضل يعني ذكرها السادة الفقهاء. ثالثا حكمها، حكم الأضحية سنة مؤكدة على القادر على المستطيع من غير الحاج، من غير الحاج. مادام ذكرنا أحكام الحج فلا نعيد. بمعنى يون ميلا يزمر ماشي أوبليجي، هذا ما كان ما يزمر يخدم السنة ياقي، السنة مؤكدة. مور يزمير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد يوكسوم غاس تفكين مدن كذا الله يبارك فيك. نفتح قوس فيه بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى بالنسبة للإخوة اللي راهم يتصدقوا، سني بارك يا ربي ذا من غادي نيغ تفضي ونسعى الجاريس سولتو قال مثلا يسعى قرداني كذا إلى آخره ويزمير لا شنو يسكفك ربي سبحانه الزمرض ثم دخل في إخري إخشيني أكذ الأهليك والراويش وكذا ثم دخل في وقت فكيط هدية الجار جزاك الله خيرا. ثقي ذين الهان من الصدقات يعني أصحابها إن شاء الله عندهم أجر عند ربي كبير. أي غير خطر لأنه ماشي كان ذاكرني كان، ولكن ذو الفرحة أني يتصفرحض يعني يقورداني يتصفرحض الجار نينك ما شاء الله. لأنه قاعد يخدمن ثيم شرط الوزيعة ذا ثقي في جوز جماعة الخير عادي، ماشي ذين يشمثن ماشي ذين يظن خطر ثيكوال سقسين مدنا كاينين
امشي هكا ثم شرطه كي الوزاعيه كي زيك خصن مثل الغاشي سعانا وكلا وكسوم الا نبوشريين الا نذريمن يا ولدي خاطي صدر تذرين بالك تمذرين الشغل يقول شي تذرين نسعى العوايد تجي العاده ماشي العباده والساعه الفايده ثم قران يا جماعه الخير ثم زواروث اشو الفايده ثم زوث ادسدوك لك ثدارت انا عامه وثقيت خوص مدوك لكن ثدارت لكن مثلا ادفكن وقال يسعان باش يجليلن يجليلن ودساكن راه ولكن ذو قال يسعان ادفكنا كاد جمعنا ذريم ادغ الله يبارك الزكارن غاش داغن ما شاء الله واد خدمن ثم شرط ثم زورت الى ذيك التكافل الاجتماعي يعني التجسيد التطبيق لمبدا التعاون اللي دينا ربي القران الكريم وتعاونوا على البر والتقوى وهذه صورة من صور التكافل الاجتماعي صورة من صور التعاون وتعاونوا على البر والتقوى زيد رقم 2 أنه تجمع دوك ثدارت ثم شرطني تجمع دوك ثدارت رقم 3 تلقى الإيجابية في 3 أنه ثدارت ما كانت تخدم يوني من سي أسينا ساقياك الحمد لله فرحناك الثدارت ماشي هو يسعى ولا يسعى راه خاطي اسني انفرحاك ونخدمك من سي نبدلك من سي تلقيت لها مهمه توسيع العيال في 4 تطبيق ما يسمى بعلم الاحصاء الاستاتيستيك وكذا العلم تقارن ذي السداويث ذي الجامعه علم الاحصاء خاطر تحسب شحال تصاوي قال ما يرنا دورك سين ورا شحال تحسبن فهي مهمة تفيدنا حتى في علم الإحصاء في علم الإحصاء إحصاء يعني عدد النسمات عدد السكان القرية حاجة نظن الفايدة 5 تعارف ثورة فرق مدن ويخدم ذي الجزائر وذي وهران وذي قسنطينة وكذا أسليثي من الشرط عموما تختيري ناس يعني تساسند ماشي ياكم 100% من الكثرة تساسند هذا 100 سنة خاطر تيكول سمحتي تيكول دخلت واشلت ولا غاش يستنى دخلت واشلت اتفض يولي السينارا ونا عميس في السينارا وضرا اطاس ينزر ولا كل يزران كل شويه يزرا ذرونا عميس والله ما يزراثن شفي باش قلت نتالف سنتالف ذي الهم ذا الشوال الى قدسناك باش دخلنا الرونفور والله ذينا نتقديون ديك السنه نجام يفكاس الدرسي مقرانا إلا سن كنت سنا غير فكال في ثمور في الزمور فاش ثنغ مكان إلا سن كيكون دينير إن كاقي ديال عمري 28 سنة ورسين غير ونعمي إلا سلمي ذا سكيت نوالاغ أبا ذا ولا قلت تساري تفكا ضربي في فراث نتسو ياك ثمور ثني ياك ثحانوت ثني وكذا نهضرني سثا يفكايون الدرس يفكايا الدرس أكوني قارو السين غير ونعمير بيه الساعة نفضل مي فون في اللوح صافي من ولا العوايد نتوثرين النغ الجدود النغ حرشن سعن الميزان سعن الصواب أتربين المجتمع ثقي طريقة تربوية أنعميه تربوية صافي تحقيق التعارف والتعارف نهي ربي في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم المقصد السادس ذا شوف والستة ولاونا في ريدن خاطر أتصيق تمخالفا ذينا تمسامحا ما نجمعناك هذه كريم سقمغار دعوة الخير آيات مثلا هذه السير ضرب ولاون الناغ ان شاء الله يزين ولاون الناغ اغدي ولا ربي ستنا الرحمه اوين يغنزن وايضه كذا اوين هذه سميتي بعد يوسي خزو ربي الشيطان يمكن الفلاني غنزه 5 سنين كي من باس ضاع الخير ولاش ديالي ذاس لا نوقع يتسامح ذين ممسامح الذين اذرضن شويه ولاون اتصل فايده غادي هكا باش ودي تسالي ونسينا كان هكا ادي اساسنا ولا يجوز لا يجوز لا يجوز يا خويا العزيز حسن العقل الى عنيتك وتحرر وتبريزيانا العوايد الا نسوى زنسنت يسعى نظر الشرعي
وقيوك ذي القوس ثورة ذي غلق القوس غسل الزيف ثورة الناد تجزئ الأضحية إذن عن الرجل وأهل بيته ثورة ند هي حكمها السنة المؤكدة على الحاج المستطيع صافي ما 3 مشارات ولما ينوري زلالة العيدة ثاني تكيث مشارطني ولا نسى أما ولا نيس وراويش تفدل لي منسي والسلام لأنه آية مثلا في السثارة باللي شرعنا يفكير دوك العبادة تاقي باش أغي قرز تذرث النغ نسعى الصلوات ما شاء الله 5 صلوات في اليوم والليلة نسعى رمضان أقول ذوك سكواس حكمة ربي سبحانه عز وجل ماشي 11 شهر ذوك سكواس أقول ذوك سكواس فقط نسعى الزكاة عبادة مالية اجتماعية نشرح يسيد الفقراء قليلا 8 أصناف ربي في القرآن الكريم دي قال قد فرحا أثنتس فرحا 8 سورة التوبة الآية 60 إنما الفقراء الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره من بعد يساد الحج ما شاء الله عبادة ذو الفرح أما وين دي حجنا ما في مولانا ما لومبيونس نياك الله يبارك الحج ما شاء الله ذيك كلش الله يبارك ذيك متعة ذيك عبادة ذيك كلش يلا من بعد تساد الأضحية ذي العيد وقاد الحجر اللي نعقد ياك نعقد نبدل الفرحة ذي العيوذات كذا الذكر الجماعي أعودوا إليه مرة أخرى الذكر نتذكر لك صباح أي غرث العيد الجنازة لماذا غادي يغال العيوذة ناخذ الجنازات الناس العيدان الصال ذي ذكر الخيرات بحال الصلوض التكبيرات وكذا إلى آخره ما شاء الله عن بعد ذي العيد نفرح أما نصلي ذي الفرا وذلك وهي السنة نغنصد الجوامع نذكر الله عز وجل نسبح نذكر الله عز وجل ماشي كاين ماشي إلا الشرع يورد البدعة لماذا؟ هو كيف الشرع ما إلا الإمام يغلظ نغي الشوط نغوي ديوس نغديني خاطئ كل قرار في العقل نكون نطالب بحقنا أد نظلم إما من الناحية الشرعية نغ من الناحية القانونية خير إن شاء الله نغلا إفير من قيمة كنكوني أدي يسيون أغدي خدم الدرس أغديني التونسيون تذكر مر بس العيد يمكن نسوسها إفير نهار كان كاس قبايلي حبس دين أخويا العزيز ثلاث فرويدي إما المناقشة داس أصحاب الفتوى العلم الشرعي أتمناقشم نغمو لاش نكون لو مضبر هاو كيفاه نكون لا نخدم شوف بغضات تذكر سوسم قيم هذاك روح ذي فرا قيم ذي القهوة عادي قيم ذي القهوة خويا ذي فرا من المين كفا روح الزلط ركعتين عادي في غديني غاك يجي لقى 900 يكون يسعى المسؤولية مشتركة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته في رواية الإمام البخاري أكيد لنا كلكم راع ومسؤول عن رعيته في رواية الإمام مسلم أشو دينا ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في نهاية الروايتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في البداية ذي النهاية حديث أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري ونبغى يغالي ورقم الحديث أثياف ذي السنة ولا اسم ذي البخاري ولا ذي مسلم أثياف هذا الحديث أيردنا كجماعة الخير باش أنمي حذار أنسعد دي العواشر الناغ ذي الهنا ذي ثلوث رابعا شروط صحتها الشرط مزوارو أن تذبح نهارا ضحى ماشي ذكاث لا فلا تذبح الأضحية ليلا تذبح نهارا بعد فراغ الإمام من ذبح أضحيته منزرارة نقدر لها تقديرا يفغ الشخصية نزرة مثلا الشيخ يزدغ فيهن أنا خدم التقدير 10 دقائق 4 ساعة سين مرايا واض هذا كان ماشي لما أنا الشيخ غادي يوغل على الجماعة دينا جماعة الخير نذبحت لا بالتقدير
ولكن تذبح طبعا بعد صلاة العيد هكا نغد نهارا بعد فراغ الإمام من أضحيته، والأمر يمتد إلى غاية الغروب، ولكن لا تذبح الأضحية ليلا. تذبح أيام النحر، يا إما اليوم العاشر من ذي الحجة السني العيد نغاز كاني ما سلوستو فضارة بالك تبطي كل يوم يزلونك ذي الحومة هذي يزلو 5 6 ساقية زكا ويا عادي ما كاينش مشكل. سورتو كي صار كسوم تمشرط هذا انت مشرطين راه تنفع هذا وقالنا وين ديون بوشرينا كذا. المهم تجوز زكاني زكاني ماشي شرط في نفس اليوم هذا. الشرط الثاني أن يذبحها، أن يكون الذابح مسلما، أن يذبحها مسلمون، معنى ما يذبحهاش واحد كتابي، يذبحها واحد نغد مسلم ذاك إذا غلق فتحها القوس إزمر ديال سي ولدا سي لي جون كيذبحها كيني أبابا شو تزال ضرا ما تزليض العيد يمكن صغار العيد نعم إيه سي فاك يدي هضو ربي العوياس مما يزاس باباك تجوز، شرط أن يكون مسلما وباباك مسلم. نعم نعم، والمرأة أيضا أضحيتها تجوز. نعم تجوز غياب الرجال، عند غياب الرجال صحيت ما شاء الله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الفقهاء أكون يحرز ربي أكون يفكر ربي السرد اللي سر إني ثمين ما شاء الله. لذلك يا جماعة الخير الشرط إذن أن يكون مسلما نمسفهان، وإذا كانوا نتزلر ولا ما يزلى الأضحية يستجوز ذا 100%. من إن شاء الله زيد يهضر بهذه الظل خاطر ظل ذي الفايدة ذي الفايدة لنا، ولكن هذا هو الشرط الثاني. معناه لا تجوز أضحية ذبيحة حتى ولو كان كتابيا في غير الأضحية تجوز، في غير الأضحية نعم، ولكن في الأضحية لا تجوز، لا يجوز أن يذبحها كتابي سواء كان مسيحيا أو يهوديا، والكافر من باب أولى، ولا ديني الملحد من باب أولى، والمجوسي عابد النار أيضا من باب أولى، لا تجوز ذبيحة تاعهم. الشرط الثالث السلامة من العيوب البينة. السلامة خرفيني الأضحياني كي لقات لي سليمة وسال العيوب، وذاك الفقهاء ذكرهم بزاف يعني أذكرها على سبيل ماشي كاملة. فلا تجزئ العمياء فذرغت، ولا تجزئ البتراء التي لا ذنب لها، ولا تجزئ العوراء في نساني وسنتيط، ولا تجزئ البكماء التي فقدت الصوت، ولا تجزئ الصماء التي لا تسمع، ولا تجزئ العجفاء الهزيلة، ولا تجوز العرجاء، ولكن العرج الخفيف يجوز، العرج الخفيف يجوز إلى آخره. فيه تفاصيل كثيرة. المهم معلش الشرط واضح أن تكون سالمة من كل العيوب. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.